يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم منين ما كنتوا عم تتابعوني في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم رح نعمل مع بعض وصفة كتير مميزة وطيبة، الوصفة كرات البطاطا بالجبنة المقلية. معانا لهالوصفة بطاطا مسلوقة وجبنة موزاريلا وفلفل أسود وكزبرة مطحونة وبهار مشكل وثوم مطحون، ومعانا للتغميسة طحين وبقسماط وبقدونس وملح وبيض. وهي كل المكونات، مكوناتها سهلة وبسيطة. وهي البطاطا مسلوقة وقساتها سخنة لتسهل كتير علينا انه نقدر نهرسها. عم نهرسها بالشوكة، رح نهرس كل الكمية. وهيك بعد ما خلصنا تهريس رح حط البهارات. رح حط اول شي الفلفل الاسود وبعدين الكزبرة المطحونة، وحطيت البهار المشكل وهي الثوم البودرة. المقادير كمان رح احطلكن اياها بصندوق الوصف، وفيكن هي المقادير اختيارية. وهي الملح، يعني الكمية فيكن انتو تعملوها نسب تقديرية. وهي البقدونس، والبقدونس فيكن انتو تكتروا وفيكن تقللوا، انا بحبه بس هيك يعطي لون، ما بحب كتر كتير. وعم ادمجهم كلهم ببعضهم وخلطهم منيح مشان يطلعوا الكرات كلهم قد بعض ومتساويين. عم استخدم القوالب المعيارية، فيكن تشكلوهم بأي شي متوفر عندكن. حاولوا يكونوا كل الكرات قد بعض. بعد هاي المرحلة بدنا نخلص منها، رح نحشيهم جبنة ونوديهم على الفريزر، خليهم نص ساعة قبل ما نقليهم. وهلأ هيك بعد ما عملت الكرات كلها قد بعضها بنسب متساوية، أنا استخدمت قلتلكن القوالب المعيارية أصغر مقاس فيهم. عم حط بقلبهم الجبنة، أنا استخدمت فيها جبنة موزاريلا، فيكن تستخدموا القشقوان، فيكن تستخدموا جبنة الشيدر. عم حط الجبنة بنص الكرات وارجع اضغط عليها وكورها، ورح نحطها بالبراد. لازم نحطها بالبراد أساسي، حطت الكرات بالبراد لحتى تتماسك وما تفرط معكم بالزيت. خلوها نص ساعة، وفيكن تعملوها يعني انه قبل بيوم قبل بيومين تفرزوها كمان بتكون ممتازة. وهيك عم نكورها ونضغطها، ورح نخلص كل الكمية. أنا عملت قسمين، القسم الأول كرات وهذا القسم الثاني بدي أعمله أصابع، خلطت معاه جبنة الموزاريلا وعم شكلهم على شكل أصابع. وهلأ رح نجهز خليط التغميسة. البيض حطيت بيضتين وفلفل وحطيت خل مشان زنخة البيض وعم نخفقهم. ورح نجهز الطحين، حطيت الطحين والبقسماط ورح خلطهم مع بعض منيح مشان نبل الكرات فيهم. مثل ما حكيت لكم أنا قسمت البطاطا لقسمين، قسم عملته كرات وقسم عملته أصابع. الأصابع خلطت الجبنة معاها، الكرات حشيتها فيها للجبنة. وهيك عم نغمسها بالبيض ونطالع نحطها بالطحين والبقسماط اللي خلطناهن وبلتها منيح كتير. حاولوا هيك تبرموها منيح لتتغطى طبقة منيحة وتعطينا قرمشة بعد القلي. وهلأ هيك رح نسطرن، وفيكن تبلوها دورين مرتين، يعني بالبيض وبالطحين وبالبقسماط، وبترجعوا تحطوها بالبيض وبترجعوا بالتبلة الناشفة. بس أنا بكتفي بمرة وحدة، بتعطي قرمشة منيحة كتير وطيبة. هذا ذوق شخصي. ورح نخلص كل الكمية. والأصابع أنا بهذا الوقت حطيتهم بالفريزر، الأصابع بياخدوا وقت أكتر، حطيتهم بالفريزر لمدة ساعة. وهلأ هيك طالعتهم وعم نبلهم بالخليط البيض، وبعدها بخليط الطحين والبقسماط بليتهم، ورجعت رجعتهم على التلاجة لمدة نص ساعة. وبزيت حامي وغزير بتنزلوهم وبتقلوهم، والريحة طيبة كتير كتير، وبتمنى تجربوها رح يحبوها صغار وكبار. وهي كانت معانا النتيجة. وهالوصفة مميزة كتير وسهلة، فيكن تضيفوها كطبق جانبي لأعياد الميلاد وللجمعات. وهي كانت وصفة اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكن وتجربوها. وهذا كان فيديو اليوم، إن شاء الله بشوفكن في فيديو جديد. لا تنسوا اللايك والاشتراك. استودعتكن الرحمن. عاشي الحمد لله رب العالمين. أكلة اليوم طيب كتير يا سعاد. إن شاء الله صحتين وهنا، محل ما يسري يمرق ابن عمي. يا أبي طبخ أمي دائما طيب، أنا بقفل ريحة طبخ أمي من راس الحارة. حكى أبو بطل.